الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أمراض القلب أمراض خطيرة. ليه؟ لأن بتوديك جهنم وانت مش واخد بالك، لأن أمراض القلوب لا يطلع عليها إلا الله، مش أي حد. يعني أول مرض تكلمنا عنه الحسد، وبعدين الرياء. المرض الثالث اللي مش هيخلي رمضان يخش قلبك الكبر. الكبر، أيوة، ممكن يكون عندك كبر وانت ما انتش واخد بالك. ولذلك إبليس عليه لعنة الله لما ربنا قال له أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يبقى إبليس استكبر، كبر، جريمة خطيرة جدا. ولذلك ربنا ما بيحبش المستكبر، إنه لا يحب المستكبرين. أي حد بيتكبر ربنا ما بيحبهوش. ليه؟ لأن الكبر ده رداء ربنا سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته. يستاهل عذاب مين؟ عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف الحجم قد ايه؟ مثقال ذرة، يعني حاجة لا تساوي شيء، مش هيخش الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، يعرف الكبر النبوي: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. عايز يلبس حاجة جميلة، يعني ده من الكبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر يعني اللي هو ايه؟ قال بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ ما يقبلش الحق. غمط الناس يعني بيستعلى عن الناس، يبص للناس انهم اقل منه، يعني دول ولا حاجه، ما يسويش حاجه. انت تسوي كام يعني في نظره؟ النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كان النبي عليه الصلاه والسلام اشد تواضع. شوف لما يجي الراجل الخياط يعزم النبي، حديث انس رضي الله عنه صحيح مسلم، خياط يعزم النبي. شوف النبي بقى يقول له ايه؟ قال: وعائشه، زوجته السيده عائشه. فبقول له: انا هاجي وهتيجي السيده عائشه معايا زوجتي. قال له: لا. فقال النبي: لا، انا مش جاي. لما قال له لا المره الاولانيه قال له: وانا برضو لا، مش جاي. ثم اتاه الثانيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشه. قال له: لا. فقال رسول الله: لا. المره الثالثه بقى شوف النبي بيعزمه مين؟ خياط. فقال له عائشه، قال: وعائشه. عزموا على ايه؟ على الدباء. الدباء يعني القرع العسل زي ما بيقولوا يعني. والنبي عليه الصلاه والسلام كان الدباء فيه قديد يعني لحمه. ايه اللي جرى؟ كان النبي بيتتبع الدباء ياخده. فسيدنا انس قال: كنت اتتبعه واضعه امام النبي عليه الصلاه والسلام لانه يحب. فالنبي كان متواضع عليه الصلاه والسلام. ولذلك خد بالك، بطر الحق يعني ما يقبلش الحق. لما تيجي تقول له كده يقول لك: لا، كلام انا اللي يمشي. طب كلام ربنا؟ لا. كلام النبي؟ لا. عايز اللي هو عايزه يمشي وخلاص. يا عم ده مخالف الشرع، ده مش شرع ربنا. يقول لك هو كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الراجل اللي كان بياكل بشماله قال له ايه؟ قال له: كل بيمينك. كل باليمين. ليه النبي نهى عن الشمال؟ ليه؟ قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب فلا تتمثلوا بالشيطان. كتير من الناس تلاقيه بيشرب بشماله. يا عم اشرب باليمين، مش انت عايز تتمثل بالشيطان ليه؟ فالنبي بيقول له: كل بيمينك. قال: لا استطعت.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطاع، يروح إن شاء الله يجي لك شلل، معنى الكلام بتاعنا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عليه قال فما رفعها بعد، إيده جالها شلل ما اترفعتش تاني، وما منعه إلا الكبر. منع يسمع كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بعكس الراجل الثاني لما لقى معاه خاتم من ذهب فأخذه وطرحه بيده النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ده حرام على ذكور أمتي. الراجل عمل إيه؟ لما جابوا له الخاتم الذهب يديهوله، بص بقى الفرق بين ده وبين ده. ده قال له لا، ده سمع كلام النبي، قالوا خذ خاتمك، الخاتم بتاعك ده بيعه واستفيد بيه. قال لا آخذ خاتما طرحه رسول الله بيده، مش هلبسه تاني. ليه؟ بيسمع كلام النبي. أما المتكبر يقول لك لا هو كده. طب ده الكبر ده في مصيبة تانية، ايه هي؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.